أول لدور الأربعة لكرة الطائرة، المباريات التي تقام في قاعة نادي الكوفة في مدينة النجف الأشرف. هنا ننتظر مباراة مهمة ومرتقبة تجمع فريق الشرطة بغاز الجنوب، المباراة التي تعتبر هي قمة في لعبة كرة الطائرة العراقية، باعتبار فريقين لهما تاريخ طويل وعريض في هذه اللعبة، خصوصا فريق الغاز الذي يسطر الإنجازات دائما وأبدا. هنا بعد حديث المدربين، بعد الاستعدادات من قبل حكام المباراة، ستنطلق بعد دقيقة تقريبا من الآن هذه المباراة المهمة بالنسبة لفريق الشرطة الذي خسر بالأمس من مصافي الشمال بواقع 3 أشواط لشوطين. أما اليوم الأول فقد فاز فيه الشرطة أمام أربيل ب3 أشواط دون مقابل، هذا ما يعني بأن الشرطة يملك 4 نقاط حتى الآن، بينما فريق مصافي الشمال الذي يملك 5 نقاط الذي سيخوض المباراة الختامية لهذا التجمع في تمام 6 بتوقيت بغداد اليوم أمام فريق أربيل على هذه القاعة. وبعد هذه المباراة هنا خيارات المدربين السيد علاء خلف وكذلك السيد عامر عبد الكريم بدأت أن تتواجد وتحضر في أرضية الملعب لمباراة يقودها الدولي السيد موسى سالم على الدولي السيد لؤي حبيب وسيروان عمر حكم دولي على الطاولة. مشرف المباراة السيد حاتم فليح ومقيم الحكام السيد عبد الله نجم. هنا مباراة في هذه اللحظات ستنطلق، سيعلن الحكم عن البداية في كرة الطائرة في التجمع الأول لدوري الأربعة، الشرطة من أجل تحقيق انتصار على فريق الغاز الذي أيضا بدأ هذه المباريات بخسارة أمام مصافي الشمال ب3 مقابل لا شيء، وانتصار على أربيل بالأمس ب3-0. بهذه اللحظات وبهذه التحضيرات ستنطلق المباراة هنا التي يقيمها الاتحاد العراقي للكرة الطائرة في قاعة نادي الكوفة، الفريق الذي لم يشارك في الدوري موجود في التصفيات لكنه يضيف هذه القاعة حبا باللعبة، حبا بهذه البطولة. هنا الحكم يعمل تشيك لمكان وقوف اللاعبين حسب عقارب الساعة وحسب أماكن التواجد في انطلاق هذه المباراة. اسماء محترفة تتواجد في الفريقين، يتواجد في الشرطة المحترف المصري محمد جمال لاعب منتخب مصر للكرة الطائرة، أيضا يتواجد في غازي الجنوب الروسيين ميخائيل نيكيك وكذلك أيضا كيريال كازاك المحترف الروسي الآخر الموجود في غاز الجنوب. الآن حكم المباراة يضبط الوضع حتى يعلن عن الانطلاق ورمي الكرة، وفي البداية سيكون هنالك البدء والكرة التي ستلعب ما بين الفريقين من أجل معرفة الحائز على الإرسال الأول. الآن الإرسال سيكون عند نادي الشرطة الذي سيبدأون الكرة الأولى. الفريق الذي سيلعب الإرسال عن طريق حمل الرقم 7 هومند فتاح. هومند سينفذ الإرسال الأول لصالح نادي الشرطة. عملية الاستقبال، التحضير وهجوم وكرة في داخل الخط. نقطة أولى لغاز الجنوب، النقطة الأولى لغاز الجنوب. إذن هجوم ناجح أول لفريق غاز الجنوب والنقطة الأولى لفريق الغاز. الآن ينفذ الإرسال من جانب محمد رشيد أو من جانب محمد رشيد، وهنا عملية تحضير ممتازة جدا، لكن نقطة ثانية بعد هذا التحضير لفريق غاز الجنوب. 2-0. فريق غاز الجنوب يدخل مباراة بقوة، بداية قوية لفريق غاز الجنوب. عملية الإرسال، استقبال ممتاز والتحضير فيما ارتقاء على الشبكة ورد الليبرو، لكن هنا الحكم يقول هنالك حمل الكرة وبالتالي يشير إلى نقطة ثالثة لفريق غاز الجنوب. حمل الكرة في اللقطة الأخيرة 3-0. بداية قوية لفريق غاز الجنوب. إرسال يبقى عند محمد رشيد، هذا ثالث إرسال سينفذه محمد رشيد لاعبي الشرطة على استعداد
لكسر حيازة الغاز. ممتاز ممتاز ممتاز، إرسال ساحق من محمد رشيد وإرسال ممتاز جدا. بالتالي النقطة الرابعة لفريق الغاز. بداية الغاز قوية في المباراة. كتيبة السيد علاء خلف يدخلون المباراة وهم يعرفون مدى صعوبة مواجهة المنافس، لذلك تحقيق انتصار أمام فريق يزاحمك على التقدم أمر مهم جدا في ظل الخسارة التي كانت مرة أمام فريق المصافي. الآن يبقى الإرسال عند محمد رشيد الذي يستحوذ على الإرسال، وهنا الرد من الليبرو في الشرطة حسن علي والهجوم الممتاز، لكن المتابعة لا زالت إنقاذ في وقتها. وهنا التدخل الذي يأتي من جانب لاعبي فريق نادي الشرطة. رد ممتاز، متابعة الليبرو، لكن نقطة أولى للشرطة. نقطة أولى للقيثارة في هذه اللحظات. نقطة أولى للشرطة بعد عدم التمكن من رد الكرة من لاعب الليبرو اللاعب عباس عبد الكريم في غاز الجنوب. هنا الإرسال عند لاعبي الشرطة. عبد الله كريم سينفذ الإرسال. ماذا هناك؟ إرسال ينفذ عد إذن حكم المباراة. ارتقاء على شبكة وممتاز الروسي ممتاز في هذا الارتقاء. ميخائيل نكيك يحصد النقطة الخامسة لفريق غاز الجنوب. ارتقاء ممتاز على الشبكة، وبالتالي ينجح في وضع الكرة في منطقة لا يمكن للاعبي الشرطة عمل دفاع ومتابعة هذه الكرة والوصول إليها. الآن الإرسال يتحول إلى رياض عزيز في نادي غاز الجنوب. التحضير وارتقاء على الشبكة، والمصري يرد. المصري يضع البصمة. محمد جمال في هذه اللحظات. عسران ينجح في كسب النقطة، وهنا حيازة الإرسال تعود لنادي الشرطة في هذه اللحظات. محمد كريم سينفذ الإرسال، ولعب المنتخبات الوطنية كرة إلى خارج أرضية الملعب. بالتالي الإرسال كان خارج خط المنطقة التي يتواجد فيها فريق نادي غاز الجنوب. 6-2 نتيجة الآن، 6-2. وتنفيذ الإرسال عند ميخائيل نكيك الروسي. سينفذ هذا الإرسال من بلاد الدبابة. ينجح وعبور الإرسال بعد انصدم بشبكة الملعب الفاصلة، وهذه كرة إلى خارج أرضية الملعب. كرة عسران إلى خارج أرضية الملعب. محمد جمال هنا كرة إلى الخارج، بالتالي نقطة. ويعود الإرسال عند الروسي ميخائيل في هذه اللحظات. سينفذ الإرسال، إرسال ثاني للروسي من أجل النقطة الثامنة وتقدم. بعد هذه النقطة ربما سيد يأخذ تايم أوت عمر عبد الكريم. إن وصلنا إلى النقطة الثامنة. رد على الشبكة ممتاز، متابعة ومجهود دفاعي كبير. لا زالت متابعة لاعبي غاز الجنوب. وهنا الهجوم والكرة إلى خارج أرضية الملعب بعد اصطدمت بلاعب الشرطة هومن فتاح وإلى خارج أرضية الملعب. 8-2 نتيجة. الآن يراقب ما يحدث لفريقه من على الخط السيد عامر عبد الكريم مدرب نادي الشرطة، لاعب سابق للمنتخبات الوطنية. تايم اوت يؤخذ في هذه اللحظات. بالفعل يأخذ التايم اوت من أجل الحديث مع اللاعبين. إذن العودة بعد تايم اوت، وهنا الإرسال والحيازة تبقى عند نادي غاز الجنوب. ميخائيل على تنفيذ الإرسال. الروسي استقبال من الليبرو والتحضير لهجوم، ونقطة للشرطة. نقطة للشرطة في هذه اللحظات.
الهجوم كان ناجح من لاعبي الشرطة، بالتالي 8-3. النتيجة الآن عسران على تنفيذ الإرسال. محمد جمال المحترف المصري، محترف بمحترف أدوار الإرسال في الفريقين في هذه اللحظات. إرسال مع استقبال ممتاز وتحضير وهجوم ممتاز جدا، ممتازة جدا هذه النقطة من جانب ماهر عدنان. استقبل الإرسال بشكل ممتاز والتحضير على الشبكة حتى كان الارتقاء عالي، وهجوم ناجح جدا من جانب ماهر عدنان. لاعبي الغاز نحو شوط أول بخطوات ثابتة، إلى الآن التفوق موجود. 9-3 نتيجة حتى اللحظة. إرسال ينفذ، الرد ومتابعة الليبرو، ارتقاء وهجوم مباشر، محاولة مباغتة الدفاعات التي تقف على الشبكة. الرد الليبرو ممتاز، ماهر والرد مرة ثانية، لكن هذه المرة لا يمكن الرد. هجوم ناجح وممتاز كان على الشبكة من جانب لاعبي غاز الجنوب في هذه اللحظات. ممتاز الهجوم، ونقطة العاشرة لفريق الغاز، يحتاجون 15 نقطة ما إن لم يصل الشرطة إلى 24 حتى يتمكنوا من حسم هذا الشوط. هنا لاعبي الاحتياط ومؤازرة الزملاء، وهنا الهجوم والكرة لا تصد ولا ترد من لاعب الشرطة. 10 في الشرطة، يرتقي محمد عبد الكريم وينجح في تسجيل النقطة الرابعة للشرطة في هذه اللحظات. 4-10 تقدم يأتي في هذه اللحظات لصالح فريق نادي الشرطة. إرسال عند لاعبي القيثار الخضراء. الآن إسلام ساجد يلعب الإرسال، استقبال ممتاز من محمد رشيد، عادة الحيازة لصالح لاعبي الشرطة. وهنا عسران يحاول لكن لم تأتي معه. الروسي ميخائيل مع المتابعة لاعبي الشرطة، والكرة تدفع باتجاه لاعبي غاز الجنوب بعد 3 لمسات. لاعبي الشرطة من دون أن تمس لاعب من المنافسة والشبكة. تعود الكرة والهجوم من محمد رشيد، الرد على الشبكة ونقطة للشرطة. عبور على الشبكة، حكم المباراة يقول عبور على الخط من الأسفل، ومحمد رشيد هنا عليه مخالفة ونقطة وإرسال لصالح لاعبي فريق نادي الشرطة. فرق 5 نقاط الآن ما بين الفريقين شكليا، وما بدأ يتضح بهذه العودة. الشرطة بدأ يستعيد توازنه بعد تايم اوت. الآن إسلام يحاول تنفيذ إرسال ناجح، يأتي استقبال ممتاز من الليبرو، تحضير ومحمد ممتاز محمد رشيد، وكرة إلى خارج أرضية الملعب. الرد الكرة القوية ذهبت إلى خارج أرضية الملعب دون أن يمسها لاعب من غاز الجنوب، وبالتالي 11 لفريق الغاز مقابل 5 لفريق الشرطة في هذه اللحظات. فريق غاز الجنوب يلاعب فريق منافس يريد العودة والتقدم في الترتيب وأخذ الوصافة من الشرطة، وهذا يحتاج انتصار على الشرطة ب3-0. هنا عملية التحضير، وهنا النقطة حتى 3-1، هي 3 نقاط ستذهب لفريق الشرطة الغاز عفوا. هنا 12 مقابل 5، نقطة جديدة تضاف لغاز الجنوب في هذه اللحظات. وإرسال وحيازة لفريق غاز الجنوب على التنفيذ ماهر عدنان. الآن سيلعب الإرسال والمحاولة إلى خارج أرضية الملعب. إذن إرسال في الخارج ماهر عدنان، نقطة جديدة تضاف للشرطة. 6 مقابل 12. هنا المحاولة والإرسال عند لاعبي الشرطة. غيث نعمة، عملية الاستقبال، والميخائيل يحاول في هذه اللحظات. النقطة لفريق الشرطة، النقطة لفريق الشرطة كما يشير حكم المباراة في هذه اللحظات. هنالك مخالفة أثناء التحرك، ربما كانت على الخط أو على الشبكة. نقطة للشرطة.
وعلى التنفيذ للإرسال غيث نعمة. غيث الذي ينجح في تنفيذ الإرسال، ونقطة جديدة 8-12. الشرطة بدأ يتواصل الآن. عدم إمكانية الرد من أعلى الشبكة، وكرة صدمت بالشبكة لتعود بنقطة جديدة لفريق نادي الشرطة. في هذه اللحظات غيث نعمة يعود لتنفيذ الإرسال. سيد علاء خلف بدأ بشوط يتقدم بشكل مستمر. الآن ثبات عند النقطة 12، وميخائيل ينفذ الهجوم. الليبرو يرد، والمتابعة ممتازة على الشبكة، ونقطة جديدة للشرطة. الشرطة بالروح يعود مرة أخرى. الفارق 3 نقاط الآن. بدأ فريق الشرطة يعود إلى المباراة، أو إلى الشوط بالأحرى. المباراة بالمجمل 5 أشواط ب3-0 3-1 تحسم لفريق، لكن بالاثنين نذهب إلى شوط فاصل. تايم اوت عند السيد علاء خلف. يعود الفريقين الآن بعد التايم اوت، والإرسال يبقى عند غيث نعمة. الآن إرسال للشرطة من أجل النقطة 10، وعلى الشبكة 13-9. الآن عاد الفارق 3، لكن بوابة العودة مفتوحة. تعود حيازة الإرسال لغازي الجنوب. الهجوم على الشبكة، ونقطة لغازي الجنوب 14-9. تركيز غائب في هذا الشوط على لاعبي الشرطة في أكثر من الحالات، لكن هذا لا يبخس حق التفوق الكبير لفريق غازي الجنوب من خلال الدخول في المباراة. الفريق الذي يملك عناصر مميزة أسوة بفريق الشرطة. هنا الشرطة الذي كان متصدر في المرحلة الدوري الأولى وفي الثانية وصيف. هنا كرة إلى الخارج، والنقطة 10 لفريق الشرطة في هذه اللحظات. 14-10 نتيجة المباراة في الشوط الأول حتى اللحظة. الإرسال عند هومند فتاح، أول من ابتدأ الإرسال في الشوط. هومند عملية استلام ممتازة، فيما هجوم ميخائيل مبدع بارع. ميخائيل يتألق على الشبكة، ينجح الروسي في تسجيل نقطة جديدة لفريقه غازي الجنوب عن طريق هذا اللاعب المحترف الروسي ميخائيل نيكيك. ينجح في حصد النقطة 15 حتى الآن. يعود الإرسال لمحمد رشيد. استقبال ممتاز وعسران، لكن رد ميخائيل. إشارة العبور، وحكم المباراة ماذا يقول؟ النقطة لفريق غازي الجنوب. نقطة لفريق غازي الجنوب، 16 تأتي الآن. كلما حاول فريق الشرطة العودة إلى المباراة، كلما لحقت أضرار التركيز والأخطاء بهذا الفريق، لذا بشكل ممتاز نحو قطف الشوط الأول. يعود الإرسال عند محمد رشيد. تحية متبادلة بروح رياضية ما بين السيد عمرو عبد الكريم وحكم المباراة. إرسال يعود، ومحمد رشيد الآن سينفذ الإرسال لفريق غازي الجنوب. هنا
رد الليبرو ممتاز، ومتابعة رائعة جدا للكرة. المتابعة كانت رائعة جدا للكرة من جانب رياض عزيز في اللقطة الماضية. رياض يتألق على الشبكة وينجح في خطف النقطة 17 لفريق غازي الجنوب. تايم اوت ياتي من جانب السيد عمرو عبد الكريم، جهود مشكورة من جانب إدارة نادي الكوفة المضيفة لهذا التجمع، على رأسها السيد ناجح حمود رئيس الهيئة الإدارية لنادي الكوفة. فريق يعتبر غير مشارك لكن يضيف هذا التجمع هنا في هذه القاعة. يستمر الحديث من جانب المدربين، مدرب الشرطة لا يريد خسارة الشوط بسهولة، والإشارة في الملعب على أن الشوط يذهب حتى الآن لصالح غازي الجنوب، لكن تبقى الأقدار المكتوبة لهذا الشوط كيف ستكون. هل يتمكن الشرطة من العودة؟ هل نشاهد عودة تكتب لهذا الفريق؟ لكن بواقع الحال الأمور حتى الآن ذاهبة لغازي الجنوب. محمد رشيد على تنفيذ الإرسال، يبقى حائز على الإرسال وتبقى النقاط لصالح فريق غازي الجنوب. محمد رشيد، الرد يأتي من عسران، التحضير وهجوم المصري ونقطة للشرطة. هجوم ممتاز كان، كرة لامست الخط في آخر لحظة من تواجدها في أرضية الملعب ضمن خط اللعب المحدد. هنا المحاولة من الإرسال من جانب لاعبي الشرطة، التحضير وميخائيل، لكن متابعة رائعة جدا. وبعد المتابعة يفشل لاعبي الشرطة في دفع الكرة إلى ساحة الفريق المنافس، والنقطة 18 لغازي الجنوب الآن تأتي. تغيير في هذه اللحظات، يغادر اللاعب رياض عزيز، ويشترك محمد علي أنور، لاعب مميز محمد علي أنور. 7 سينفذ الإرسال. استقبال في هذه اللحظات، عسران على تنفيذ الهجوم، ونقطة للشرطة. 18 مقابل 12. تغييرين الآن، سين رقم 3 ويعود الرقم 7 إلى أرضية الملعب. عومنت، غيث نعمة يغادر، ويغادر عبد الله كريم. إرسال ينفذ، ومتابعة ممتازة من الليبرو على الشبكة، ونقطة جديدة لغازي الجنوب. 19 مقابل 12. فريق يقدم شوط كبير جدا غازي الجنوب. ميخائيل على تنفيذ الإرسال، أمامك السيد علاء خلف مدرب فريق الغاز. إنجازات كبيرة لهذا الرجل مع فريق الغاز. هنا نقطة جديدة، لكن لفريق الشرطة 13 مقابل 19. إرسال من عسران إلى خارج أرضية الملعب. النقطة 20، يحتاج 5 نقاط بهذا الواقع فريق غازي الجنوب حتى يتمكن من الحصول على هذا الشوط. إرسال جديد عند منتظر محمد، نعم المنتخبات الوطنية منتظر، يجب منتخبنا الوطني سينفذ الإرسال. عسران بحالة دفاعية للرد وهجوم، بينما ارتقاء ممتاز كان
والرد ومباغتة رائعة جدا. عمان فتاح مباغتة رائعة جدا. سحب الليبرو في هذه اللحظات، وعبد الله كريم يعود إلى أرضية الملعب. إرسال والكرة في الخارج. نقطة جديدة لغازي الجنوب. – 21-14 نتيجة حتى اللحظة. حسن علي يعود الليبرو. محاولات لاعبي الشرطة للرد، لكن متابعة لاعبي الغاز. وهنا هجوم محمد رشيد على الشبكة، جهد دفاعي كبير على الشبكة من جانب لاعبي الغاز. هذه سلسلة المتابعات. وميخائيل إلى الخارج في الأوت. كرة ميخائيل إرسال عند لاعبي الشرطة. الآن هومند فتاح ينفذ الإرسال. استقبال في منطقة فريق الغاز ودفع الكرة من منتظر ممتاز، بينما متابعة رائعة على الشبكة. تعود الحيازة بعد جهد دفاعي، رد على الشبكة وكرة إلى الخارج. كرة إلى الخارج ونقطة جديدة للشرطة. نقطة 16 الآن، فارق 5 ما بين الفريقين. إرسال ينفذ، عملية استقبال ومباغتة رائعة على الشبكة. ونقطة لفريق الشرطة تضاف. 17 مقابل 21. فقد التركيز في هذه اللحظات فريق غاز الجنوب. تايم اوت يؤخذ الآن. عودة بعد التايم اوت، والارسال الان عند هومند فتاح لاعبي الشرطة. اقتراب من فريق الغاز. نقطة العودة وارتقاء جميل جدا، ونقطة تدون الان على الشبكة بهجوم ممتاز من جانب لاعبي الشرطة. الفارق اصبح 3، والشرطة بدأ يعود الى المباراة. إرسال عند هومند فتاح، عملية الاستقبال. نقطة إعادة الثقة من ميخائيل، لكن الرد الليبرو. وهنا دفع الكرة باتجاه مناطق الشرطة والهجوم، والكرة إلى الخارج. 19 مقابل 21، فارق نقطتين الآن. تشتعل أجواء المنافسة ما بين الفريقين على حيازة هذا الشوط. حتى اللحظة بشكل ممتاز بدأ يظهر فريق الشرطة. عاد الإرسال مرة أخرى إلى هومند فتاح يرسل كرة بشكل ممتاز. محمد رشيد يحاول 20 للشرطة، من أجل 20 ومن أجل عيون 20 تأتي نقطة جديدة للشرطة. فارق نقطة واحدة، عاد من بعيد فريق الشرطة. مباراة ما بين فريقين كبيرين لا تقبل أخطاء كثيرة، وبالتالي فريق الغاز بدأ لم يظهر بشكل مميز على مستوى الهجوم، وهذا ما كان قد بدأ به فريق الغاز في هذه المباراة. نقطة التعادل تأتي وتحضر الآن هومند فتاح إلى خارج أرضية الملعب.
إلى خارج أرضية الملعب. لاعبي فريق الغاز الآن لديهم الإرسال، ونقطتين عاد فارق النقاط ما بينهم وما بين لاعبي الشرطة. إرسال حسام عبد الصمد، استقبال من لاعبي الشرطة، فرصة الهجوم لكن متابعة. الآن فرصة الاقتراب من الشوط، ومحمد رشيد وكرة إلى الخارج، إلى الخارج. لاعبي الغاز بدأوا يقتربوا كثيرا من الشوط، الفارق 3 وعن حسم الشوط الفارق نقطتين. تغييرات مدرب الشرطة في هذه اللحظات، يعيد محمد كريم وأيضا غيث نعمة. أمن فتاح يغادر، وحسين أيضا يغادر في هذه اللحظات. حضور كبير في قاعة نادي الكوفة. هنا مخرج المباراة، وأيضا جهود كبيرة من مكتب شبكة الإعلام العراقي في محافظة النجف الأشرف في تأمين هذه البطولة. هنا نقطة الحسم، سيستمرون في النقل اليوم الثالث تواليا، وحتى المباراة الثانية سيؤمن الوضع. كل الألعاب تقريبا مؤمنة على شاشة قنوات شبكة الإعلام العراقي في هذا الموسم. نقل مميز على صعيد كبير. والآن نقطة الحسم، شوط لفريق غاز الجنوب. هنا عملية التحضير والهجوم، وعسران يحاول نقطة الأمل يا ميخائيل. عادت الكرة في حيازة لاعبي فريق الشرطة لغاز الجنوب، والكرة تعود، ومحمد رشيد رد على الشبكة. نقطة ومنافسة كبيرة. ميخائيل، ونقطة تأتي الآن لفريق الشرطة. 21-24. إرسال يعود للشرطة. محمد أو هذا هو من فتح. على تنفيذ الإرسال للشرطة، التحضير والهجوم، وكرة في الخارج. 24-22. إرسال يبقى عند حميد فتح. ينفذ الإرسال، استقبال جمال ميخائيل في الهجوم، وكرة ميخائيل إلى الخارج. 24-23. أما نقطة الأمل والتعادل للشرطة أو نقطة الشوط لفريق غاز الجنوب، الحسم سيكون هنا في هذه النقطة. إن أراد فريق الشرطة بقاء حظوظه في هذا الشوط، سيكون عليه الحصول على هذه النقطة. المعالج في الملعب، لاعب من فريق غاز الجنوب يعاني من إصابة. رياض عزيز. مباراة متوقفة الآن. يبقى الإرسال عند لاعبي الشرطة. هم فتاح، إرسال شوط، التمديد أو شوط لغاز الجنوب للأبيض، ولكن الرد ممتاز. المتابعة حاضرة. لاعبي الشرطة قتالية كبيرة. دفع الكرة نحو ساحة لعب غاز الجنوب يا ميخائيل، ولكن لم تأتي مع ميخائيل. الآن مع عسران، ونقطة المحترفين وبقاء الشرطة. 24-24. تمديد للشوط، تسديد ممتاز من عسران المحترف المصري محمد جمال. لاعب من الشرطة يعاني من إصابة في هذه اللحظات. عبد الله كريم يعاني من إصابة. عادت
كتيبة السيد عامر عبد الكريم إلى المباراة. الآن سيكون الحسم بفارق نقطتين. إرسال في هذه اللحظات لحامد فتاح، استقبال من محمد رشيد. رشيد على التسديد، والممتاز في هذا التسديد محمد رشيد. نقطة لغازي الجنوب. الآن كلمة الشوط هل ستكون لفريق غازي الجنوب في هذه اللحظات؟ محمد رشيد على تنفيذ الإرسال، سيسعى على إرسال ساحق بكل تأكيد. رشيد يحاول يلعب الكرة بالمباشرة، عسران يرد، المصري يحاول، ومتابعة رائعة من جانب لاعبي غازي الجنوب. لا زالت الكرة وشوط لغازي الجنوب. شوط أول يحسم 26-24. تغيير أماكن في هذه اللحظات حتى بداية الشوط الثاني. شلونكم شباب؟ اهلا وسهلا. اي انت ها اي إذن مشاهدينا الكرام، العودة إلى أجواء هذه المباراة والشوط الثاني بعد انتهى الشوط الأول بواقع 26-24 لغازي الجنوب. على الشرطة الآن ننتظر بداية شوط المباراة الثاني. تغيير أماكن الفريقين، أصبح فريق غازي الجنوب باللون الأبيض على اليمين والشرطة على اليسار باللون الأخضر. الآن في انتظار الصافرة وإعلان
رمية البداية. إذن يعود الإرسال والحيازة عند لاعبي غازي الجنوب الآن بعد شوط أول. بدأ الإرسال فريق الشرطة الآن على التنفيذ. اللاعب حسام عبد الصمد. هنا استقبال ممتاز وهجوم ناجح، هجوم ناجح من فريق الشرطة. ينجح محمد كريم، ينجح في تدوين هذه النقطة لفريق الشرطة. البداية الأولى للشرطة، محاولة الرد بعد خسارة الشوط الأول من فريق الشرطة. غازي الجنوب الآن في عملية استقبال الإرسال لاعبي الشرطة. منتظر يهيئ ميخائيل على الشبكة، لكن رد ممتاز وتركيز عالي، رد ممتاز وتركيز أكثر من عالي من جانب لاعب فريق الشرطة إسلام ساجد. ينجح في كسب هذه النقطة لفريقه 2-0. بداية الشوط من فريق الشرطة قوية، والآن إرسال وارتقاء. ميخائيل الروسي يأتي بنقطة لغازي الجنوب. 4. الحضور الآن منتظر في الخط الأمامي، منتظر محمد متواجد. 2-1. الإرسال من جانب لاعبي فريق غازي الجنوب. محمد رشيد، رد ومتابعة. ميخائيل يرتقي في انتظار مباغتة لاعبي الشرطة. ارتقاء على الشبكة من عسران، لكن الرد يأتي بشكل ممتاز. مرة ثانية المصري يحاول، لكن الليبرو يتابع. والهجوم المنتظر والكرة إلى خارج أرضية الملعب. نقطة لفريق الشرطة. 3-1 الآن. 3-1 والإرسال عند فريق الشرطة. الإرسال عند محمد كريم. يحاولون الآن لاعبي الشرطة وكرة إلى خارج أرضية الملعب. الرد على الشبكة. 3-2 الآن في المنافسة. فريق الغاز لا يهدر نقاط كثيرة في بداية الشوط. الإرسال ينفذ من لاعبي غازي الجنوب، والهجوم من الخطوط الدفاعية ولكن إلى خارج أرضية الملعب. محمد كريم بهجوم حاول ولكن إلى خارج أرضية الملعب، أو هنالك مس. 4-2. نقطة احتسبت لفريق الشرطة لأن أحد اللاعبين لامس الكرة قبل أن تغادر. عسران على تنفيذ. محمد جمال. هنا المتابعة والهجوم في هذه اللحظات. منتظر ينجح، منتظر محمد ينجح. 4 لاعب المنتخب الوطني يظهر. تعود حيازة الإرسال عند فريق غازي الجنوب وميخائيل نيكيك الروسي على التنفيذ. يحاول بإرسال ساحق لكن المتابعة حاضرة من محمد جمال.
قراءة ما بين محترف ومحترف. وهنا الهجوم منتظر مرة ثانية، ينجح منتظر في هذه اللحظات. أربعة أربعة. ميخائيل على تنفيذ الإرسال مرة أخرى. فريق غازي الجنوب من أجل التقدم لأول مرة في الشوط. متابعة حاضرة، عسران في تحضير والهجوم والكرة في الأوت. 5-4. يتقدم غازي الجنوب الآن، يتقدم بالشوط ويتقدم بالنقاط في شوط المباراة الثاني. الإرسال يبقى عند ميخائيل، محاولة إرسال الساحق لكن في الشبكة. تعود الكرة على فريق غازي الجنوب، لذلك النتيجة تعادل الآن 5-5. مع كل إرسال وكل محاولة نقطة. إرسال يلعب، متابعة حاضرة، منتظر على الهجوم ونقطة للشرطة. نقطة للشرطة، مخالفة العبور. وهنا ارسال ناجح وارسال ساحق مباشرة ياتي لصالح فريق الشرطة دون تركيز. تقدم ب7-5 للشرطة، فارق نقطتين. الفريق الذي دخل الشوط بقوة يستمر بقوة. ارسال سينفذ الآن، ماهر عدنان ينفذ لمرة ثانية والكرة خارج الخط في الخارج. 7-6 الآن. سنشهد شوط تنافسي آخر أكثر من الشوط الأول، لأن من البداية واضح الأمور، الفريقين على مقربة من بعضهم الآخر. هنا منتظر سينفذ هذا الإرسال، الكرة من أجل إرسال ساحق، وإرسال ساحق في الداخل في الداخل. منتظر ينفذ بشكل ممتاز. إذن إرسال في هذه اللحظات عند منتظر، من يبلغ النقطة الثامنة. أولا هنا الكرة في الخارج والنقطة الثامنة لفريق الشرطة. 8-7. إرسال للاعبي الشرطة، عملية استقبال ممتازة من لاعبي الغاز. وهنا الهجوم، الكرة في الداخل، نقطة لميخائيل. الروسي يقدم مباراة كبيرة حتى الآن. أمامكم ميخائيل نيكيك، محترف نادي غازي الجنوب، ظهر بشكل ممتاز وأحرز نقطة التعادل لفريقه. يحاولون لاعبي الشرطة بعد الإرسال، تصدي ممتاز والنقطة للشرطة. تصدي ممتاز لكن كرة في الخارج. من يكون أكثر أخطاء في هذا الوقت سيخسر الشوط. لا مجال للإدراك إن تقدم أحد الفريقين. إرسال ينفذ بشكل ممتاز. التحضير للهجوم والهجوم يأتيه رد.
بعد ذلك الليبرو يهيئ، وهجوم آخر من جانب لاعبي فريق غازي الجنوب، نقطة التعادل لغازي الجنوب. شوط تنافسي كبير كما ذكرنا، شوط تنافسي كبير ما بين الفريقين، وحضور كبير جدا للشرطة وللغاز حتى الآن. حسام عبد الصمد على تنفيذ الإرسال الذي يصبح الآن في حيازة نادي غاز الجنوب، ونقطة التقدم للشرطة. فريق الشرطة يبلغ النقطة العاشرة الآن. هل سيكون شوط عودة الأمل؟ الإرسال ينفذ واستقبال من الليبرو على الهجوم، وممتاز جدا، ممتاز جدا. محمد رشيد ينجح، محمد رشيد في الحصول على هذه النقطة، والتعادل 10-10 الآن. إرسال ينفذ، الكرة إلى الخارج، حكم المباراة يشير إلى نقطة جديدة لفريق نادي الشرطة. إرسال وعلى التنفيذ محمد كريم ينفذ إرسال ناجح، رد الليبرو عباس عبد الكريم ممتاز. ميخائيل يتابع الكرة، محاولة وعلى الشبكة، كانت المتابعة من جانب لاعبي فريق الشرطة كبيرة، وعسران ينجح في وضع النقطة. 12 مقابل 10 الآن. حضور محمد جمال في هذه النقطة كان كبير جدا. الشرطة الباحث عن شوط التعادل، سيصل إلى مبتغاه إن استمر الوضع على ما هو عليه الآن. محمد كريم يحاولون يتهيأ، والهجوم المنتظر، متابعة محمد جمال، يعود لتنفيذ هجوم، متابعة ممتازة. ميخائيل على الشبكة ونقطة للشرطة. أخطأ ميخائيل، عبور على الشبكة يشير إليه حكم المباراة، كان قريب. إشارة السيد موسى سالم واضحة. وقت مستقطع لفريق غازي الجنوب الآن. عودة الفريقين بعد تايم اوت. والارسال عند لاعبي الشرطة. يحاول السيد على خلف تدارك الوضع قبل ان يتقدم الشرطة بفارق كبير، وتذهب حيازة الشوط. ارسال وعلى الشبكة تتم المتابعة. ميخائيل الهجوم، والهجوم لا يصاد ولا يرد من الروسي. لا يمكن رد هجوم الروسي في هذه اللحظات. كرة قوية جدا أرسلها على الشبكة.
إرسال للاعبي غازي الجنوب عند رياض عزيز. 16 في فريق غازي الجنوب سينفذ هذا الإرسال. هنا التحضير والهجوم. ممتاز 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 الهجوم، ونقطة لفريق الشرطة. 14 مقابل 11 فيما بطاقة صفراء على الرقم 3 حسام عبد الصمد. اعتراضات شديدة على النقطة واستغراب من السيد علاء خلف. محمد جمال على تنفيذ الإرسال. يحاولون واستلام بشكل ممتاز. استقبال الإرسال منتظر، يحاول المباغتة، يدفع الكرة باتجاه لاعبي الشرطة. هنا المتابعة والهجوم الممتاز، ونقطة رائعة جدا من هومين فتاح. نقطة للشرطة تضاف 15 مقابل 14. الفارق 4 والشرطة يتقدم إلى الأمام كثيرا في هذا الشوط. فريق الغاز لا زال يبحث عن نفسه. يحاولون الهجوم المنتظر، والكرة فيها نقطة لغاز الجنوب. 12 مقابل 15. غاز الجنوب الفريق الذي سيعود بالروح، فريق كبير يملك 8 ألقاب للدوري وبطل آخر 3 مواسم. الآن مباراة الشرطة تعتبر أمام فريق بطل والأكثر تمثيلا للعراق في البطولات العربية والآسيوية، فريق غاز الجنوب. وميخائيل بالصرخة ينجح ميخائيل. 13 مقابل 15. نقطة لفريق غاز الجنوب. بطاقة صفراء في هذه اللحظات أيضا أخرى تظهر على إسلام ساجت. شكر موصول للسيد عباس علي هندي مدير المكتب الإعلامي للاتحاد العراقي للكرة الطائرة وعضو المكتب الإعلامي للاتحاد العربي، على إفادنا بكل معلومات هذه اللعبة وما يخص الكرة الطائرة. شخص مثابر ومتابع لكل ما يخص هذه اللعبة. وهنا نقطة تسجل الآن لفريق الغاز في هذه اللحظات. 14 أو هي نقطة للشرطة. 16 مقابل 13. 16 14 نتيجة الآن. تصحيح على اللوحة. تعود محاولة في انتظار الهجوم، وميخائيل ينجح في الهجوم. فارق نقطة الآن، فارق نقطة. وفريق الشرطة بدأت بداية القوية تحفت، والآن الغازي يعودون إلى المباراة. هنا التحضير وكرة خاطئة والتعادل الآن. التعادل الآن 16 لكل فريق. عودة كبيرة لفريق غاز الجنوب. تعادل في هذه اللحظات. منتظر محمد على تنفيذ الإرسال.
حيازة الإرسال عند فريق غازي الجنوب بعد تعادل يريدون الحصول على نقطة التقدم. شوط صعب سيكون جدا على الفريقين. سران بمتابعة والهجوم، تعود مرة أخرى متابعة رائعة من الليبرو، وهنا رشيد يتابع محمد رشيد في هذه اللحظات فيما هجوم رد، وهذه نقطة لفريق الغاز. نعم، لا والله للشرطة إلى الخارج كرة الروسي. لذلك الآن تقدم الشرطة ب17 نقطة مقابل 16 لغاز الجنوب. غيث نعمة على تنفيذ الإرسال. تعود المتابعة ميخائيل ورشيد يرتقي والكرة للتعادل نحو نقطة لغاز الجنوب. 17 لكل فريق. نقطة ممتازة من محمد رشيد في وقتها وفي حينها، لا يسمحون للفريق المنافس بالتقدم أكثر. تغييران، يغادر ماهر عدنان، محمد علي أنور يشترك. تعادل حاضر واضح على الشاشة مع حيازة شوت. هنا التحضير ومحمد علي أنور بمتابعة خاطئة، عدم تركيز ومتابعة خاطئة. يتقدم الشرطة الآن 18 مقابل 17. تعود المحاولة، متابعة والهجوم من محمد رشيد، ونقطة لفريق غازي الجنوب، نقطة التعادل. الإرسال الآن عند حسام عبد الصمد على تنفيذ الإرسال، استقبال والتحضير، وهنا المتابعة ونقطة للشرطة. عبور على الخط وخطأ في التحرك من محمد رشيد. الإرسال عند عبد الله كريم. هنا يحاولون لاعبي الغاز ميخائيل، ونقطة التعادل يبحث عنها لاعبي غازي الجنوب. ماذا سيكون الوضع؟ جمال على تحضير جديد وارتقاء، وميخائيل يعيد التعادل. 19 لكل فريق الآن. ماذا يقول حكم المباراة على هذه النقطة؟ 19 لكل فريق. هنا التعادل واضح. والإرسال عند محمد رشيد. شوط تنافسي كبير، ومحمد ينفذ الإرسال. متابعة حاضرة، وهنا الهجوم رد الليبرو. ممتاز عباس عبد الكريم، منتظر. غضب من السيد على خلف على عدم المتابعة الأخيرة. والآن 20-19. إرسال عند لاعبي الشرطة.
ينفذ الإرسال. ميخائيل على الهجوم مرة أخرى، وهنا التصدي متابعة ممتازة ونقطة التعادل 20-20 ما بين الفريقين. إرسال عند لاعبي غازي الجنوب. رياض عزيز على تنفيذ الإرسال، ينفذ بشكل ممتاز، والهجوم ممتاز من عسران، والنقطة نقطة لفريق الشرطة. واحد 21-20 نتيجة حتى اللحظة. اقتربنا من نقاط الحسم، هل هي عودة الشرطة أم تفوق آخر للغاز؟ حتى الآن فريق الشرطة يستمر في التقدم من النقطة الأولى حتى الآن. محمد جمال على تنفيذ الإرسال، وتعادل 21 لكل فريق. ميخائيل لديه الإرسال، الروسي على التنفيذ، وكرة من الشبكة فيها متابعة، والهجوم الممتاز، والنقطة لفريق الشرطة 22-21 تقدم الشرطة. حتى الآن، وهنا اسلام ساشت يحاولون مرة أخرى، والهجوم المنتظر ناجح جدا، والتعادل التعادل من فريق غازي الجنوب. منتظر محمد على التنفيذ، غازي الجنوب، وهنا المتابعة حاضرة، والهجوم ونقطة للشرطة. عماد فتاح ممتاز على شبكة، يرتقي بشكل ممتاز ويسجل النقطة 23. تعود المحاولة، ارتقاء ممتاز، متابعة ممتازة نحو 24 لفريق الشرطة. يضع فريق غازي الجنوب بحرج كبير 24-22. نقطة الشوط للشرطة الآن، ضغط كبير على فريق غازي الجنوب. إرسال يستمر عند غيث نعمة. تايم اوت من السيد على خلف في هذه اللحظات. عودة بعد التايم اوت. وفريق الشرطة لا لديه الارسال عند غيث نعمة.
تنفيذ الإرسال. ميخائيل يرتقي نقطة لغازي الجنوب 23-24. الآن نقطة الحسم، أما التمديد أو شوط يحسب للشرطة. بإرسال سينفذ من ماهر عدنان. عبد الله فهمي يشترك الآن. فيما التايم اوت يؤخذ للشرطة. عودة بعد التايم اوت. الإرسال عند ماهر عدنان، ينفذ هذا الإرسال. استقبال لاعبي الشرطة. نقطة الشوط ونقطة الشوط للشرطة. إذن شوط ينتهي للشرطة 24-23 في انتظار تغيير الأماكن.
مشاهدينا الكرام، العودة إلى شوط المباراة الثالث في مباراة الشرطة وغاز الجنوب. التجمع الأول هنا للفرق الأربعة للمتبارية على المربع الذهبي في قاعة نادي الكوفة. اليوم الأخير مواجهة صعبة جدا، شاهدنا شوط أول انتهى لفريق غاز الجنوب ب 26-24 و 25-23 للشرطة. انتهى الشوط الثالث. الآن الشوط الثالث لمن سيكون؟ سؤال سنرى إجابته بعد النهاية. إرسال عند لاعبي فريق الشرطة. غيث نعمة ينفذ الإرسال. عملية الهجوم والرد الممتاز، تركيز عالي ورد ممتاز على الشبكة من محمد كريم. ممتاز المتابعة لكرة ميخائيل الذي حاول مباغتة الهجوم الذي كان أو الدفاع الذي كان على الشبكة من فريق الشرطة. غيث نعمة الآن. غيث سينفذ الإرسال. عملية استقبال ممتازة والهجوم من ميخائيل، كرة قوية والنقطة الآن لصالح فريق نادي غاز الجنوب. ممتاز ميخائيل في هذا الهجوم الروسي، يرتقي بشكل رائع ويسدد بقوة. الآن الإرسال عند محمد رشيد. غاز الجنوب كادر تدريبي لفريق الشرطة، كادر فني وكادر إداري، ونقطة لنادي الشرطة الآن 2-1. إرسال عنده من فتح، متابعة ممتازة. هنا الهجوم، هنا الهجوم ممتاز، ورياض عزيز يضع النقطة. شوط تنافسي كبير. تعود عند رياض عزيز هذه المحاولة والنقطة لمن ستكون؟ متابعة مع ميخائيل من الروسي، ليبرو في استلام واستقبال ممتاز ونقطة جديدة عند عبد الله كريم. الشرطة 3-2. محاولات التحضير من أجل الهجوم يا ميخائيل لم ينجح فيها الروسي، ورد ونقطة جديدة للشرطة. 4-2 الآن. هنا التحضير منتظر، يسدد نقطة خامسة، نقطة خامسة، والشرطة يظهر بشكل كبير. هنا فرحة لاعبي الاحتياط لفريق الشرطة، تحفيز كبير للزملاء. فيما إرسال الآن عبد الله كريم على تنفيذ هذا الإرسال. استقبال من محمد رشيد، التحضير والرد، لكن الليبرو يتابع عباس عبد الكريم. هنا المحاولات، ميخائيل يتابع، متابعة لا زالت، رد ونقطة جديدة. 6-2 لفريق الشرطة الآن.
فارق 4 مع وقت مستقطع الآن لفريق غازي الجنوب. هنا المحاولة والنقطة لغازي الجنوب بعد التايم اوت. نقطة لغازي الجنوب. ميخائيل على التنفيذ، عملية استقبال ممتازة والهجوم والكرة إلى الخارج بعد أن صدمت في أحد لاعبي فريق نادي غازي الجنوب. 7-3 النتيجة الآن مع تعادل بالأشواط، شوط لكل فريق. نستمر وأحداث الشوط الثالث. تعود المحاولة والإرسال ممتاز، تحضير على الشبكة، هجوم رائع والجميل، نقطة رائعة من ماهر عدنان، ارتقاء والأروع ونقطة جميلة جدا لفريق غازي الجنوب. ماهر عدنان بطول قامة فارع ارتقى أعلى من الجميع وأعلى من الشبكة وسدد كرة برؤية واضحة في مناطق فريق الشرطة. غازي الجنوب بثوب البطل، هل سيعودون؟ متابعة لهذه التسديدة وفي انتظار الهجوم والكرة في الداخل. في الداخل الحكم يشير إلى نقطة ثامنة لفريق الشرطة. 8-4. عسران على تنفيذ هذا الإرسال. هنا يهيئون ونقطة لغازي الجنوب، نقطة لغازي الجنوب. 8-5 الآن النتيجة. تعود المحاولة ونقطة للشرطة. محاولة مرة أخرى من جانب لاعبي فريق غازي الجنوب. 9-5 النتيجة. الشرطة من أجل عيون النقطة العاشرة والكرة في الخارج في الأوت. 10-5. فريق غازي الجنوب في طريقه إلى فقدان نقطة جديدة. الفريق الذي يملك إحصائي حاضر معهم في المباريات سيد أمير جواد. إرسال من لاعبي الشرطة، عملية الاستقبال من منتظر، التحضير وميخائيل ونقطة لغازي الجنوب. 10-6 الآن.
هنا كرة في الشبكة وإرسال يزيد من المواجع. 11 مقابل 6 الآن. فريق الشرطة بالروح بدأ يعود إلى المباراة وبدأ يتقدم، يقدم مستوى مميز في الشوط الثاني والثالث. والآن الإرسال لصالح لاعبي غازي الجنوب أو للشرطة. النقطة لغازي الجنوب. 11 مقابل 7 الآن هي النتيجة. يبقى الفارق 4 بين الفريقين. الشوط الثالث مستمر. محمد رشيد عملية التحضير في انتظار الهجوم، وهجوم ممتاز ونقطة جديدة. عبد الله كريم 13 مقابل 7 والأجواء تشير إلى شوط شرطاوي. عامر عبد الكريم الشوط الثاني والثالث فريقه يقدم مستوى مميز. أومن فتح على التنفيذ والهجوم ممتاز. رد على الشبكة. هنا الهجوم، رد مرة أخرى، هجوم آخر ونقطة لغازي الجنوب. منتظر محمد يرتقي ويسدد بقوة. 12 مقابل 8 الآن. النقطة الثامنة لغازي الجنوب. إرسال في هذه اللحظات. يحاولون لاعبي الشرطة التسجيل بنقطة جديدة والنقطة 13 لفريق الشرطة بعد هذا الهجوم الرائع. هنا مؤازرة لاعبي الشرطة الاحتياطيين تدل على الروح الكبيرة. مرة أخرى إرسال خاطئ من عبد الله كريم. عودة الليبرو حسن علي وخروج لعبد الله كريم. هنا ميخائيل ينفذون الإرسال مرة أخرى ونقطة يشير إلى حكم المباراة لفريق الشرطة. 14 مقابل 9. إصابة في هذه اللحظات لماهر عدنان لاعب نادي غازي الجنوب. يصاب في هذه اللحظات. سلامات لماهر عدنان. تعود المحاولة مرة أخرى. تصل في هذه اللحظات للاعبي الشرطة ومتابعة مباشرة على الشبكة.
منتظر محمد بتنفيذ هذا الإرسال، وهنا متابعة مباشرة. مرتضى زهير بالرقم 8 يتابع على الشبكة، وفريق الغاز بدأ يستعيد توازن الآن. محاولة من إرسال ثم المتابعة، وهنا ممتاز ممتاز في هذا الارتقاء الرائع. سلام ساجد ينجح بتسجيل هذه النقطة لفريق الشرطة. 15 مقابل 11. تعود المحاولة مرة أخرى لصالح لاعبي غازي الجنوب، ونقطة نقطة للشرطة حسب إشارة حكم المباراة. 16 مقابل 11. دوري بدايته بمشاركة 15 فريق، قسموا للثلاث مجموعات، ما بين الذهاب والإياب تأهلت 8 فرق. عنصر النسوي موجود هنا في الطاقم التحكيمي، وتصدي ممتاز. والنقطة 17 الشرطة نحو الشوط الثاني. تايم اوت في هذه اللحظات. إرسال عند محمد جمال عسران، كرة إلى خارج أرضية الملعب. ماهر عدنان على تنفيذ الإرسال. تعود المحاولة بشكل ممتاز، يتصدى لها لاعبي غازي الجنوب، وهنا في انتظار الهجوم. ونقطة لغازي الجنوب، نقطة لغاز الجنوب. 17 مقابل 13. ماهر عدنان في تنفيذ الإرسال، ممتاز. الارتقاء والرد وكرة إلى الخارج. النقطة 18 الشرطة الآن. 18 مقابل 13. مع تأهل 8 فرق. الآن بعد لعب 14 مباراة بقي 4 فرق يلعبون المربع الذهبي بنظام اتحاد الطائرة. هنا محاولة تصل بإرسال ممتاز، والهجوم رد. الهجوم حاضر، وعملية التحضير وهجوم آخر، لكن المتابعة أيضا حاضرة. يدفع بالروسي الآخر
كازاك في هذه اللحظات. سيد علاء خلف، وهنا الرد، هنا الرد والنقطة في الخارج. 19 مقابل 13. لاعب من الشرطة يعاني من إصابة الآن. سيد هنا إسلام ساشد. تجمع في قاعة نادي الكوفة ومحاولة من اتحاد الطائرة الذي يرأسه عميد كلية التربية الرياضية في جامعة كربلاء سيد حبيب علي اللاوندي من نشر هذه اللعبة ما بين المحافظات. حضور الاتحاد وكافة أعضاء الاتحاد من أجل مؤازرة ومساندة نجاح هذه اللعبة والفرق التي لديها تمثيل خارجي. هنا المتابعة الحاضرة من جانب لاعبي الشرطة ونقطة جديدة. 20-13. ماذا يحدث لغازي الجنوب في الشوطين الثاني والثالث؟ حتى الآن هوية الصلابة والقوة والصمود يفقدها في هذه الأشواط هذا الفريق. هنا في انتظار الإرسال اسلام ساجد، عباس عبد الكريم الليبرو، إساك. متابعة وفقدان تركيز سرود ذهني كبير من لاعبي غازي الجنوب. 21 مقابل 13. إرسال للاعبي الشرطة. هنا متابعة التحضير ومحمد رشيد، لكن الرد ممتاز. تعود المحاولة ومحمد رشيد والتصدي، لكن نقطة تحتسب لصالح لاعبي غازي الجنوب. 14 لغازي الجنوب، 21 للشرطة. الآن 4 نقاط يحتاجها فريق الشرطة حتى ينهي حديث هذا الشوط. مرة أخرى التحضير، الإعداد والهجوم الرائع، لكن تصدي والمتابعة والكرة في الخارج. 22 للشرطة مقابل 14 لغازي الجنوب. الآن نتيجة المباراة حتى اللحظة والشرطة على بعد 3 نقاط من حسم الأمر والنهاية أحداث هذا الشوط لصالح القيثارة الخضراء. يريد الوصول إلى 7 نقاط، بينما غازي الجنوب تستمر معاناتها. تحضير من رشيد ونقطة في هذه اللحظات لصالح فريق الشرطة. 23-14 وغيث نعمة على التنفيذ. إرسال ينفذ، استقبال ممتاز. هنا التحضير والهجوم، لكن دفاع ممتاز من فريق الشرطة، ارتقاء ممتاز وجدار دفاعي على الشبكة ممتاز كان من جانب لاعبي غازي الجنوب. يصلون إلى النقطة 15. محمد رشيد يأخذ حيازة الإرسال والتغييرات السريعة. تحضر لفريق غازي الجنوب دائما. هنا الإرسال وكرة في الخارج. يقول إن لمسها أحد اللاعبين، لذلك 23-16 على عبد الكريم غاضب من القرار. حكم مباراة السيد موسى سالم يطلب الهدوء.
إرسال عند محمد رشيد. عملية الاستقبال من لاعبي الشرطة. التحضير الممتاز وكرة أيضا في الخارج. 17-23. نقطتين والشرطة يضع في خانة هذا الشوط. هنا محمد رشيد ينفذ الإرسال، والإرسال في الشبكة. 24 للشرطة، باقي نقطة على الشوط لفريق الشرطة الذي يحاول حسم الأمور في أقل مجهود. هنا 24-17. فتح على تنفيذ الإرسال. استقبال وميخائيل للرد. نقطة الشوط ونقطة الشوط للشرطة. إذن نقطة الشوط للشرطة. 25-17 ينتهي هذا الشوط في انتظار تغيير الأماكن وبداية الشوط الرابع.
مشاهدينا الكرام، عودة أحداث الشوط الرابع الآن ما بين فريقي غاز الجنوب والشرطة. شوطين للشرطة مقابل شوط لغاز الجنوب. نتائج الأشواط الثلاثة التي مضت. الآن فريق غاز الجنوب يريد العودة إلى أجواء المباراة، وهنا الرد لجمال. اصطدمت الكرة، عسران يتابع على الشبكة، ونقطة أولى لغاز الجنوب. محمد علي أنور يسجل النقطة الأولى لغاز الجنوب. الآن ينجح محمد علي أنور في تسجيل النقطة الأولى. لغاز الجنوب يحضرون، والنقطة للغاز مرة ثانية في الخارج. هذا الهجوم من الشرطة. إرسال عند لاعبي غاز الجنوب. حسام عبد الصمد ينفذون الإرسال، ومن محمد علي أنور. يتابع لاعبي الشرطة هنا المحاولات. لاعبي الشرطة لا زالوا يتهيئون، ودخول قوي من غاز الجنوب ومحمد علي أنور، ونقطة للغاز. وهنا إرسال عند لاعبي نادي غاز الجنوب. محاولات لاعبي الشرطة للهجوم من أجل تسجيل أول نقطة، ونقطة أولى. نقطة أولى لفريق الشرطة. المقصورة الشرفية ومخرج المباراة مع معلق المباراة سيد لؤي المرجاني، مخرج هذه المباراة، كادر محافظة النجف الأشرف الذي ينقل لكم أحداث هذه المباراة. هنا المحاولة من جانب لاعبي نادي الشرطة، ولغاز الجنوب نقطة رابعة. نقطة رابعة. تعود المحاولات والإرسال للاعبي غاز الجنوب. محمد علي أنور ممتاز. المتابعة والرد، ونقطة ثانية للشرطة. نقطة ثانية للشرطة. تعود المحاولات من جانب غاز الجنوب، وهنا متابعة محمد جمال وهجوم آخر، بينما متابعة الليبرو وهجوم جديد وإلى الخارج. إلى الخارج، نقطة للشرطة. أربعة وعشرين مقابل أو 4 مقابل 2. هنا الإرسال عند لاعبي الشرطة، والكرة في الشبكة. 5 مقابل 3. تقدم الآن لفريق غاز الجنوب.
وبين فترة أخرى يتقدم فريق ويتراجع فريق آخر. رياض عزيز يلعب الإرسال، هنا استقبال وتحضير الهجوم. تابعات الشرطة محمد علي أنور من لاعبي غازي الجنوب هذه في الخارج. 6-3 النتيجة الآن. يعود الإرسال، رياض عزيز على التنفيذ، عسران والمتابعة والكرة في الخارج. 6-4. تعود المحاولات، وهنا النقطة لفريق الشرطة. 6-5. لمستين يقول حكم المباراة في الحالة الأخيرة. سيد علاء خلف يعاين ما يحدث لفريقه من أضرار في هذه المباراة. التجمع الثاني الذي سيكون في بغداد ربما يعاد إلى الكوفة. جهود كبيرة من السيد ناجح حمود رئيس الهيئة الإدارية لنادي الكوفة على استمرار استضافة هذه البطولة وهذا التجمع دعما لرياضة اليد. وهنا الهجوم مع متابعات لاعبي الشرطة. تعود على الشبكة، ماهر عدنان ممتاز، وماهر يصر على النقطة. يصر ماهر عدنان على هذه النقطة. نقطة تسجل الآن لفريق غازي الجنوب. 7-5 نتيجة الآن. محمد رشيد سينفذ هذا الإرسال. إرسال قوي، لكن التحضير وهنا أجل بادرة العودة. منتظر محمد سران يتابع، والهجوم قراءة ممتازة، قراءة ممتازة من جانب لاعبي الشرطة. 7-6 نتيجة الآن. 7-6 النتيجة الآن. محاولة تعود من جانب لاعبي الغاز، ونقطة ثامنة لغازي الجنوب. النقطة الثامنة لفريق غازي الجنوب الآن. صحح أخطاء الشوطين الماضيين. هنا محاولات والهجوم والنقطة للشرطة. 8-7. جهود كبيرة من كادر النقل لشبكة الإعلام العراقي في مكتب محافظة النجف الأشرف. مباراة تأتيكم بإخراج مخرجنا الحاج لواء المرجاني، وكادر التصوير ماهر إبراهيم، زيد عبد المهدي، حيدر إبراهيم، رسول السفير وعدي حميد، والهندسة من عامر شعبان وياسر كاظم. وهنا نقطة تأتي الآن، متابعة والتنسيق للسيد وسام الميالي بنقل أحداث بطولة الطائرة في المربع الذهبي. النقطة لغازي الجنوب. 9-7 الآن. الإرسال عند لاعبي غازي الجنوب. ماهر عدنان ينفذ التحضير والهجوم والرد خاطئ، والنقطة 10 لغازي الجنوب. نقطة 10 تسجل لفريق غازي الجنوب، الفريق الذي يقدم مباراة كبيرة حتى الآن.
إرسال ينفذ. متابعة والمحاولة الآن في هجوم محمد علي أنور. نقطة جديدة لغازي الجنوب. 11 مقابل 7 الآن. غازي الجنوب يعود مرة ثانية. روح كبيرة لهذا الفريق. يعودون مرة ثانية بعد أن فقدوا شوطين. يأتي فريق غاز الجنوب ويعود في هذا الشوط الرابع. ماهر عدنان على تنفيذ الإرسال لكن تايم أوت. العودة مرة أخرى إلى أجواء الشوط الرابع بعد عودة الفريقين إلى أرضية الملعب. إذن هنا الإرسال عند لاعبي فريق نادي غازي الجنوب. ماهر عدنان ونقطة تسجل لغازي الجنوب الآن. نقطة تسجل لغازي الجنوب الآن. تقدم فريق غازي الجنوب يستمر. إرسال واستقبال ممتاز. التحضير ونقطة ثامنة للشرطة. الفارق 4. تحضير وهنا نقطة جديدة لفريق الشرطة بعد اللمسة أحد لاعبي غازي الجنوب. 12 مقابل 9. يعود الشرطة إلى المباراة. فريق الشرطة يريد مواصلة الملاحقة للمتصدر مصافي الشمال ونقطة تسجل الآن لفريق غازي الجنوب. محمد علي أنور ورقة أضافت الكثير لفريق غازي الجنوب. إرسال عند حسام عبد الصمد والكرة في الداخل. عدم تركيز من لاعبي الشرطة ونقطة جديدة.
إرسال وحسام عبد الصمد، وهنا النقطة. متابعة ممتازة من الليبرو عباس عبد الكريم، وميخائيل يرتقي ونقطة. الروسي ينجح في الحصول على النقطة الخامسة عشر لغازي الجنوب، ونحن على أعتاب شوط فاصل. لربما سنذهب إلى الشوط الفاصل بعد التعادل. تايم اوت في هذه اللحظات من مدرب الشرطة السيد عامر عبد الكريم. عودة الفريقين وارسال عند فريق غزل الجنوب والى خارج ارضية الملعب. ارسال حسام عبد الصمد لم تلامس الخط. 15 مقابل 10 النتيجة الآن. إرسال في هذه اللحظات، والمحاولة ممتازة من جانب لاعبي غازي الجنوب. نقطة تضاف، و16 مقابل 10. محمد علي أنور، إرسال إلى خارج أرضية الملعب. النقطة 11 تسجل للشرطة الآن. إرسال حاول أن يلعب إرسال ساحق محمد علي أنور. انتظار متابعة هذا الإرسال، ونقطة لغازي الجنوب. نقطة لغازي الجنوب. إذن شوط التعادل يقترب من غازي الجنوب حتى الآن. يريد الوصول إلى الشوط الفاصل، هذا يعني أن 3 نقاط ستقسم ما بين الفريقين. سيتعادل الشرطة بالنقاط مع غازي الجنوب إن فاز غازي الجنوب الشوط الخامس والفاصل. كرة إلى الخارج كانت، ونقطة للشرطة الآن. يعود الإرسال. جمال على تنفيذ الإرسال. وفي الشبكة هذه، في الشبكة هذه 12 مقابل 18. ميخائيل على تنفيذ الإرسال. إرسال عند الروسي. تعود المحاولة مرة أخرى، وهجوم ممتاز، لكن الرد الهجوم لم يكن ناجح. و18 مقابل 13 النتيجة المسجلة حاليا بين الفريقين. اسلام ساكت
من أجل نقطة جديدة تضاف للشرطة. عباس عبد الكريم يتابع، ومحمد علي أنور يدفع الكرة اتجاه لاعبي الشرطة في الخارج في الخارج في الخارج. الكرة الأخيرة نقطة جديدة لغازي الجنوب. يعود الارسال عند منتظر. مرة أخرى استلام بشكل ممتاز واستقبالها. نقطة للشرطة 14 مقابل 19. حسين على تنفيذ الارسال. تحضير من عباس والهجوم ممتاز، ونقطة لغازي الجنوب 20 مقابل 14. تعود المحاولة وهجوم ممتاز للشرطة 15 مقابل 20. سلامات اللاعب نادي غازي الجنوب حسام عبد الصمد. العودة والإرسال الآن من لاعبي غازي الجنوب، ونقطة نقطة للاعبي غازي الجنوب. نقطة تسجل الآن. نعود مرة أخرى. تحضير الممتاز وهجوم قوي وناجح. عسران ينجح في حصد هذه النقطة، يصل إلى النقطة 16. ممتاز هذا التحضير. وهنا مرة أخرى متابعة لاعبي فريق الشرطة، وفي الشبكة من عسران.
هنا محمد علي أنور. يحاولون ومباغتة بشكل ممتاز. 22-17 النتيجة حتى الآن. إرسال الآن عند لاعبي الشرطة، ينفذ الإرسال. عباس عبد الكريم الليبرو يرد بشكل ممتاز ومنتظر كرة إلى الخارج. 18 مقابل 22. هذه الكرة ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. هل يتمكن الشرطة من العودة إلى المباراة؟ تايم أوت يؤخذ الآن. العودة بعد التايم أوت. نقطة تحتسب والفارق 3 الآن. الشرطة يريد العودة. فوز الشرطة بالشوط يعني الفوز في المباراة. والآن بدأ الفريق الأخضر يعود. وهنا النقطة الجديدة التي تحتسب لنادي غازي الجنوب. - 23 مقابل 19 فارق 4. الآن محمد جمال بتنفيذ إرسال. ميخائيل يعمل هجوم، تحضير ومنتظر، متابعة ونقطة. نقطة 24-20 الآن. شكلها الأمور متجهة إلى شوط فاصل.
إرسال جميل وراء الآن تغيير الأماكن ونجد الشوط فاصل شوط خامس.
الخامس في هذه المواجهة ما بين الشرطة وغاز الجنوب. إذن الإرسال في هذه المواجهة عند لاعبي الشرطة. محاولات، وهنا الهجوم الأول من ميخائيل، رد ممتاز من لاعبي الشرطة. التحضير، هنا دفع الكرة باتجاه لاعبي الفريق المنافس، وميخائيل يرتقي. ونقطة أولى، نقطة أولى. يحتاج الفريق أن يتفوق ب15 نقطة في هذا الشوط بفارق نقطتين إن كان المنافس قريب منه. هنا المحاولة، كرة إلى خارج أرضية الملعب. نقطة بنقطة الآن، والإرسال عند لاعبي فريق غاز الجنوب. هنا المتابعة ممتازة، تأتي الكرات حسام عبد الصمد، وارتقاء ممتاز من ماهر عدنان. نقطة لفريق غاز الجنوب الآن مقابل واحد. ارتقاء كان ممتاز من خبرة كبيرة لدى لاعبي غاز الجنوب والمدرب في التعامل مع هكذا أجواء وهكذا مباراة. الآن محمد علي أنور يحاول الهجوم والرد ممتاز، ونقطة لصالح إرسال عند لاعبي الشرطة، ينفذ الإرسال. استقبال، سوء تفاهم ما بين منتظر محمد واللبرو عباس عبد الكريم. نقطة ثالثة للشرطة. نقطة ثالثة للشرطة. محاولة، حسام يهيأ وميخائيل. نقطة رابعة للشرطة. أخطاء كثيرة تنظر في فريق غاز الجنوب، ونقطة رابعة للشرطة الآن. ميخائيل حاول، ولكن ردت محاولة ميخائيل، وبعد ذلك فشل لاعبي فريق غاز الجنوب في دفع الكرة إلى ساحة لعب فريق نادي الشرطة. يتم التحضير، استعداد ممتاز وسوء تفاهم. سيد على خلف، هنا حائر أمامه يجري لفريق بطل الدوري 8 مرات مع غاز الجنوب. المدرب الذي درب تل نورين اللبناني، لديه بطولتين في الكأس، بطولتين في المثابرة، و4 في السوبر. درب المنتخب الوطني في عام 2018 حصد بطولة التحدي الآسيوي. بينما عامر عبد الكريم الذي كان 15 سنة في المنتخبات الوطنية، لاعبا للشرطة والجيش، الكرخ وأربيل والبشمركة والبحري، 10 مرات بطل دوري مع هذه الأندية. الآن بعد تايم اوت يعود فريق غاز الجنوب. الشرطة الذي يريد ملاحقة المصافي، في النهاية سيصل إلى 6 نقاط، والمصافي عنده 6 نقاط ومباراة، لكن يريد الوصافة.
والفائز من مباراة اليوم سيكون وصيفة. عباس يرد، ميخائيل يضعها، و5-3 الآن. ينجح ميخائيل أن يغادر الليبرو عباس عبد الكريم والدفع ب 16 في فريق غزل الجنوب. رياض عزيز إرسال ينفذ، استقبال من لاعبي الشرطة، التحضير، ومحمد جمال بهجوم ممتاز منتظر، ونقطة مع متابعة، ومحمد جمال ورد على الشبكة، ونقطة لغازل الجنوب. 5-4. المباراة مثيرة في هذه اللحظات، 5-4 نتيجة، والفارق نقطة واحدة. بدأ فريق غازل الجنوب يعود إلى المباراة. الآن يعود الإرسال عند ماهر عدنان. محاولة للحصول على نقطة التعادل، ومحمد جمال عسران هنا يعسر الأمور على نادي غازل الجنوب، ويضع نقطة السادسة لفريق الشرطة. تفوق ممتاز للشرطة في هذا الشوط. الفريق وكالته صحوة في هذا الشوط ليزيد المتاعب على غازل الجنوب. 6-4. وإرسال عند محمد كريم، سينفذ هذا الإرسال هنا. إرسال بقوة، عباس عبد الكريم يتابع، منتظر محمد يتابع كرة ميخائيل، والنقطة الخامسة لغازل الجنوب. نقطة خامسة وسلامات لمحمد جمال عسران، يعاني من إصابة الآن. يعود المصري، سدد ميخائيل بقوة، ردها جدار الدفاع على الشبكة، وذهبت إلى خارج أرضية الملعب. يبحثون عن التعادل. لاعبي غازل الجنوب ومن ميخائيل إلى الخارج إلى الأوت. 7-5 النتيجة الآن. إرسال، تعود المحاولة الآن، دفع الكرة عالية ممتازة جدا من لاعبي غازل الجنوب، لكن هي في الأوت. 8-5. والمباراة بهذا الشوط تقترب من فريق الشرطة. تغيير الأماكن والأدوار بعد عبرنا أكثر من نصف النقاط، نصف زائد 1، وتغيير الأدوار 7، ومن 7 إلى 8 أصبح رصيد الشرطة 8-5 الآن. محمد جمال على تنفيذ الإرسال، عسران في هذه اللحظات. إرسال الشرطة في الأوت. ما بال الذي يقف على الجهة اليمنى، كل فريق وقف على اليمين في هذا اليوم خسر الشوط، والآن وقفة وخسرت نقطة. 8-6 الآن. إرسال، محاولات وفي الخارج كرة فريق الغاز. 9-6 النتيجة. يعود الفارق 3، ويعود فريق الشرطة ليقترب من حسم الشوط والمباراة. إرسال عند إسلام ساكت، ينفذ، استقبال، التحضير، ميخائيل، ونقطة للغاز. 7-9. تسديدة قوية من الروسي اصطدمت بلاعبي فريق
الشرطة وغادرت إلى خارج أرضية الملعب. إذن غازي الجنوب محاولات تحضير ممتاز، ومحمد جمال ممتاز لاعبي الشرطة، ومحمد علي أنور نقطة لغازي الجنوب. 9-8 والفارق نقطة واحدة. مباراة فيها تنافس كبير، مباراة فيها إثارة حاضرة بشكل كبير جدا، ونجاح كبير للمدربين في إدارة المباراة وتدارك الأمور عندما يتراجع مستوى المجموعة في الملعب. 9-8 النتيجة الآن، ورياض عزيز على تنفيذ الإرسال. سينفذون الإرسال. استقبال ممتاز، تحضير هنا، نقطة لغازي الجنوب والتعادل. 4 لمسات يقول حكم المباراة بالعداد 4. 9 لكل فريق. الآن تعادل ما بين الفريقين. تايم اوت من السيد علاء خلف او من عامر عبد الكريم. بعد التايم اوت العودة مشاهدينا الكرام مرة أخرى. إرسال عند غازي الجنوب، نادي غازي الجنوب اللي ينجح في قلب الموازين واخذ المباراة من الشرطة بعد أن أدرك التعادل. رياض عزيز على تنفيذ الإرسال، يعمل تنطيط قبل تنفيذ الإرسال. أوه جميلة جدا من محمد كريم، وارتقاء عالي، نقطة رائعة. لاعبي الشرطة يسجلون النقطة العاشرة. اللي ياخذ ارسال يخسر نقطة. عملية التحضير ونقطة التعديل لفريق غازي الجنوب. ارسال عند حسام عبد الصمد، متابعة لاعبي الشرطة على الشبكة يتابعون بشكل ممتاز. وهنا ميخائيل، ولكن تصدي ممتاز ودفاع رائع من جانب اللاعب غيث نعمة. مرة أخرى محمد علي أنور، ونقطة لغازي الجنوب. 11 مقابل 10 الآن، نقطة لغازي الجنوب. إرسال يبقى عند حسام عبد الصمد. تعود المحاولات. هنا استقبال ممتاز، والتحضير محمد علي أنور مرة أخرى يحاول بنفس الطريقة، ومحمد جمال يعيد النتيجة للتعادل. المصري يعيدها إلى التعادل.
هنا في انتظار الإرسال هومن فتح، يحاولون الهجوم من ميخائيل. محمد جمال ونقطة جديدة، 12 مقابل 11. يعودون الآن غزل الجنوب للتقدم بالمباراة في انتظار حضور جديد. إرسال ومحمد علي أنور، عملية تحضير ممتاز. هنا الهجوم، هنا الهجوم وميخائيل، نقطة للشرطة يقولون، نقطة للشرطة. وفي هذه اللحظات 12 نقطة لكل فريق. إرسال عند لاعبي الشرطة، عبد الله كريم على تنفيذ الإرسال. محاولات لاعبي ماذا فعلت على الشبكة؟ نقطة لغازل الجنوب، نقطة لغازل الجنوب. إرسال عند ماهر عدنان، عملية استقبال ممتازة. التحضير 13 لكل فريق، ومباراة لا تريد أن تنتهي وتحسم حتى الآن. التعادل يأتي من نادي الشرطة. مصطفى عايد مع علي حيدر، أوراق يدفع بها المدرب الآن. يضحي بالستة والعشرة غيث نعمة ومحمد كريم. إرسال علي حيدر على تنفيذ الإرسال. هنا استقبال ممتاز. التحضير ميخائيل ونقطة، نقطة لغازل الجنوب، نقطة لغازل الجنوب. تعود التغييرات الآن. والتايم اوت في هذه اللحظات. الإرسال عند ميخائيل، قد يكون ساحق من الروسي، قد ينهي الأمور ميخائيل الآن على تنفيذ هذا الإرسال. استقبال ممتاز، التحضير والرد على الشبكة وعودة الأمل للشرطة. 14 لكل فريق. لاعبي غازل الجنوب هنا
يفقدون هذه النقطة. مباراة صعبة على الفريقين. هنا الارسال من محمد جمال، استقبال متابعة ميخائيل، ومنتظر محمد يدفع بالكرة للاعبي الشرطة، وتسديد على الشبكة ونقطة. نقطة للشرطة، 15 مقابل 14. انقلبت الموازين، أصبح الشرطة على بعد نقطة واحدة من الشوط. مباراة الوصافة للشرطة وتأكيد الوصافة. تايم اوت يؤخذ في هذه اللحظات من سيد علاء خلف. إذن الإرسال عند محمد جمال، هل يتمكن أسرع المحترف المصري من حسم النتيجة لصالح الشرطة؟ الشرطة الآن ينتظرون هذه اللحظات. أسرع الممتاز، استقبال التحضير وميخائيل بقوة كبيرة. ميخائيل وردت الكرة من المصري لكن إلى خارج أرضية الملعب. ميخائيل ينجح. 15 لكل فريق. ارسال عند منتظر محمد في هذه اللحظات عند لاعبي غازي الجنوب. مباراة الصعبة تستمر احوالها حائرة ما بين الشرطة وغازي الجنوب. ارسال منتظر بالمباشر، الرد ياتي على الشبكة، الهجوم ونقطة للشرطة. نقطة للشرطة، 16 مقابل 15. غادر الليبرو في الشرطة حسن علي. ارسال عنده اسلام ساجد. ارسال المباراة هذا يا اسلام، كيف سيكون؟ ساجد على الارسال، حاول اجل الارسال الساحق وميخائيل. انتهت المباراة ايها الاحبة لصالح الشرطة. اذا ميخائيل هنا ينهي الاحداث، ومبروك للشرطة هذا الفوز في المباراة. خسارة لغازي الجنوب 3 مقابل 2. هنا ايها الاحبة كان معكم في الوصف والتعليق امير علي، مع تحيات كادر شبكة الاعلام العراقي في محافظة النجف. الاشرف في المباراة كان في تصويرها ماهر ابراهيم، زيد عبد المهدي، حيدر ابراهيم، ورسول السفير وعدي حميد. على الهندسة عامر شعبان وياسر كاظم، وكان في الاخراج المخرج لواء المرجاني.